أحمد سعد اكتشفت عيوب في شخصيتي عن طريق دكتور نفسي. كشف النجم أحمد سعد عن سبب لجوء لطبيب نفسي بعد شعوره بضغوط عديدة ومشاكل كانت تحول بينه وبين ظهوره بشخصيته الحقيقية. وقال أحمد سعد خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم المذيع على قناة أنا بحب الطب النفسي وبحب أروح لدكتور نفسي، وفعلا اكتشفت عيوب في شخصيتي عن طريق دكتور نفسي، وكان عندي مشاكل بتخليني مش قادر أشوف نفسي الحقيقية. أكبر عيب كان في شخصيته هو إرضاء الآخرين على حساب نفسي، وما بقتش مستمتع بشكل كبير عند كل الحاجات الخارجية اللي ممكن تخلي الواحد مستمتع بس مش مستمتع. وكان نفسي أفهم إيه هي المتعة. واضح إنه مر برحلة تساؤلات حول معنى المتعة، قائلا: بحثت في كل الحاجات، هل المتعة إن يبقى عندي علاقة بالدين أو أصحابي أو أخرج بشكل كبير وآكل أكلة حلوة؟ واكتشفت إن كل ده مش المتعة. المتعة إنك تكون ذاتك ونفسك، مش مصطنع عشان ترضي الناس اللي حواليك. وأشار أحمد سعد لأن تلك التساؤلات شجعته على استشارة طبيب نفسي، قائلا: الأسئلة بدأت تطاردني بشكل كبير وكان لازم ساعتها أتكلم مع دكتور نفسي. كان في حاجات طول عمري مش متصالح معاها، زي إن وأنا صغير كنت الولد الأصغر في إخواتي، وكنت دايما بيبعتوني أجيب لهم الطلبات وبعمل حاجات كتير مش راضي عنها. تحدث أحمد سعد عن الاستنتاجات التي توصل لها بعد استشارة الطبيب النفسي، قائلا: توصلت لأنك لما بتقابل حد بتطلع بشكل الحد اللي قدامك، إنما شخصيتك الأساسية مش ظاهرة. زاد اني بسبب شغلي كان عندي حب الظهور واحب اهزر كتير عشان ابقى جوكر القعده. كما تحدث احمد سعد عن سلوك يعتقد البعض انه احد اوجه الغرور، قائلا: لازم تشوف الحاجات الحلوه والنعم اللي فيك ونقط القوه عندك، مش غرور انك تقول انا فعلا انسان لذيذ وشكل حلو وطيب وبحب الخير للناس.